تتصدر الجزائر اليوم عناوين التقارير الدولية بعد حصولها على لقب صاحبة النظام الغذائي الأكثر قدرة على الصمود في إفريقيا، وفق مؤشر الأنظمة الغذائية الصامدة RFSI الصادر عن مؤسسة Economist Impact. هذا للتصنيف ليس مجرد رقم أو ترتيب عابر، بل هو اعتراف عالمي بقدرة الجزائر على حماية أمنها الغذائي في عالم يزداد اضطرابا وتكثر فيه الأزمات المناخية والاقتصادية والجيوسياسية. ففي تقرير شمل 60 دولة من مختلف القارات، احتلت الجزائر المرتبة 32 عالميا، لكنها جاءت الأولى إفريقيا، متقدمة على دول كبرى في القارة مثل جنوب إفريقيا ومصر. هذا التفوق يعكس مسارا طويلا من الإصلاحات والاستثمارات والخيارات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة لضمان استقرار غذائي مستدام. لكن ماذا يعني أن تمتلك الجزائر النظام الغذائي الأكثر صمودا؟ يعني ذلك ببساطة أن البلاد قادرة على تأمين غذاء سكانها حتى في أصعب الظروف. فالمؤشر يقيس قدرة الدول على مواجهة الصدمات، سواء كانت موجات جفاف، تقلبات أسعار، أزمات عالمية، أو اضطرابات في سلاسل التوريد، ويأخذ بعين الاعتبار جودة السياسات، تنوع مصادر الغذاء، البنية التحتية الفلاحية، والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية. الجزائر حققت نقاطا قوية في عدة محاور، أبرزها تنوع مصادر الإمداد الغذائي، حيث تجمع بين الإنتاج المحلي والاستيراد المتوازن دون الاعتماد المفرط على سوق واحد. كما استفادت من استثمارات كبيرة في الفلاحة والري، خاصة في المناطق الداخلية والصحراوية، مما عزز الإنتاج الوطني وقلل من هشاشة الإمدادات. إلى جانب ذلك، ساهمت السياسات الحكومية في دعم الأمن الغذائي، سواء عبر دعم المواد الأساسية أو تشجيع الإنتاج المحلي أو تطوير شبكات التخزين والتوزيع. هذه العوامل مجتمعة جعلت الجزائر أكثر قدرة على امتصاص الصدمات مقارنة ببقية دول القارة. هذا التصنيف الدولي يمنح الجزائر فرصة جديدة لإبراز مكانتها في إفريقيا والعالم العربي، ويؤكد أن البلاد تسير في اتجاه بناء نموذج غذائي مستدام قادر على مواجهة تحديات المستقبل. كما يفتح الباب أمام مزيد من الاستثمارات في القطاع الفلاحي، ويعزز ثقة الشركاء الدوليين في قدرة الجزائر على تحقيق الاكتفاء الذاتي تدريجيا. في النهاية، هذا الإنجاز ليس مجرد رقم، بل هو شهادة دولية على صمود دولة وشعب، وعلى رؤية استراتيجية بدأت تعطي ثمارها. إنه دليل على أن الجزائر رغم التحديات قادرة على بناء مستقبل غذائي آمن، متوازن ومستدام.